السلام عليكم. اسمي ياسين، عندي 24 سنة، طالب في كلية الهندسة. حياتي عادية جدا زي أي شاب في سني، لكن اللي حصل معايا في الأيام الأخيرة مش طبيعي أبدا. يمكن متصدقنيش، يمكن تقول إني بتهيأ، بس اللي شفته مش ممكن يكون خيال. أنا من الناس اللي مش بتؤمن بالخرافات ولا القصص المرعبة اللي بيسردوها عن الجن والعفاريت، بس اللي حصل ليا خلاني أعيد التفكير في كل حاجة. بدأت الحكاية لما انتقلت لشقة جديدة في القاهرة، في حي قديم وهادئ. الشقة كانت حالتها كويسة وسعرها كان معقول جدا، رغم إنها واسعة وفيها أساس كويس. صاحب الشقة كان راجل مسن، قال لي إنه كان عايش فيها هو ومراته، لكنها توفت من كام سنة، ومن وقتها وهو عايش مع ابنه في مكان تاني. بصراحة مفيش حاجة غريبة في الموضوع، بس كان في نظرة غريبة في عينه وهو بيسلمني المفتاح. أول ما دخلت الشقة حسيت براحة غريبة. المساحة الكبيرة، النوافذ اللي بتطل على الشارع الهادئ، كل حاجة كانت مثالية. لكن كان في حاجة واحدة شدت انتباهي: مرآة كبيرة في الصالة بإطار خشبي قديم، بس حالتها كانت ممتازة. المرآة كانت مثبتة في الحيطة وما كانش ينفع تتشال بسهولة. كنت بحب أقف قدامها وأتأمل انعكاسي، لكن بعد يومين بالظبط كل حاجة بدأت تتغير. أول موقف غريب حصل لما كنت راجع متأخر من الكلية. دخلت الشقة، وقفت قدام المرآة علشان أظبط شعري، لكن فجأة شفت حاجة غريبة. كان في شخص واقف ورايا. قلبي وقع في رجلي، استدرت بسرعة، لكن ما كانش في حد. المرآة بس هي اللي كانت بتعكس الصورة دي. عقلي قال لي إنه مجرد وهم بسبب التعب، لكن قلبي كان بيقول لي حاجة تانية. الموضوع تطور بسرعة. بقيت كل ليلة لما أعدي قدام المرآة أحس بحاجة بتتحرك ورايا، ولو ركزت كنت بشوف خيال أسود، ملامحه مش واضحة لكنه موجود. مرة شفت حاجة أبشع. الشخص اللي كنت بشوفه في انعكاس المرآة كان بيبص لي مباشرة، لكن لما كنت استدير ما كانش في أي حد. في ليلة قررت أعمل حاجة مختلفة. جبت موبايل وقلت أصور انعكاسي في المرآة، يمكن يكون مجرد خداع بصري. فتحت الكاميرا، وقفت قدام المرآة وبدأت أسجل فيديو. لكن لما رجعت أشوف الفيديو تجمد الدم في عروقي. في الفيديو كان في شخص واقف ورايا بملامح مشوشة، وشه أقرب لوش إنسان لكن مش طبيعي، وعيونه سودة بالكامل. والأسوأ كان بيتحرك ناحيتي. حسيت بجسمي بيتجمد من الرعب. رميت الموبايل على الأرض وفضلت أتصبب عرق وأنا مش قادر أصدق اللي شفته. كنت متأكد إن في حاجة مش طبيعية في الشقة، بس في نفس الوقت كنت رافض أسيبها. مش من طبعي أهرب، وكنت مصمم أعرف الحقيقة. قعدت طول الليل صاحي، مش قادر أنام ولا حتى أغمض عيني. كل ما أحاول عقلي يفتكر الفيديو اللي صورته وصورة الشخص اللي كان واقف ورايا. كنت مرعوب، لكن في نفس الوقت كنت حاسس إن لازم أفهم اللي بيحصل. هل ده خيال؟ هل أنا موهوم؟ ولا في حاجة حقيقية في المرآة دي؟ الصبح نزلت ورحت الكلية، لكن دماغي كانت مشغولة باللي حصل. حاولت أقنع نفسي إنها مجرد أوهام، لكن الفيديو كان دليل قاطع. بعد المحاضرات قررت أحكي لصاحبي علي عن اللي حصل، يمكن يكون عنده تفسير منطقي. عليا كان دايما شكاك وما بيصدقش في الحاجات الغريبة بسهولة. لما وريته الفيديو قعد يتفرج عليه بتركيز، وبعدها رفع عينه ليا وقال لي: يا ياسين، الفيديو ده مش طبيعي، بس ممكن يكون خدعة من الكاميرا أو انعكاس غريب. انعكاس إيه يا علي؟ الشخص ده كان بيتحرك، وبعدين أنا شفته بعيني، مش بس في الفيديو. طب بص، خلينا نيجي عندك بالليل ونجرب نشوف بنفسنا، يمكن نلاقي تفسير. الموضوع كان مرعب، لكن فكرة إني مش لوحدي خلتني أحس بشوية أمان. اتفقنا إنه يجي مع صاحبي التاني كريم، اللي دايما كان بيحب المواضيع المرعبة وبيتمنى يشوف حاجة غريبة بنفسه. المغرب جم عندي وعملنا جو كأنه تحقيق في قضية غامضة. قفلنا كل الأنوار ووقفنا قدام المرآة. علي كان ماسك الموبايل وبيصور، وأنا واقف في النص، وكريم كان مركز جدا. مرت دقايق ومفيش حاجة حصلت. ياسين، شكلك كنت موهوم بس، كريم قالها وهو بيضحك. لكن فجأة علي شهق بصوت عالي، وبصينا كلنا على الموبايل. الشاشة كانت سودة للحظة، وبعدها ظهر انعكاسنا، بس مش إحنا. كان في شخص رابع واقف وسطنا، وشه مش واضح بس كان طويل وملامحه ضبابية. رميت الموبايل من الرعب وجرينا ننور الأنوار. لما بصينا تاني للمرآة ما كانش في حاجة، لا، شخص غريب ولا حتى خيالات. لكن اللي كان مرعب أكتر إن الموبايل كان لسه بيصور. ولما فتحنا الفيديو لقينا المفاجأة الأكبر:
في آخر الفيديو قبل ما الدنيا تظلم كان الشخص ده بيتحرك وبعدين ابتسم. لما شفت الابتسامة دي حسيت بقشعريرة سرت في جسمي من رأسي لأخمص قدمي. كان إحساس غريب، مزيج من الرعب والرهبة، وكأن الشخص ده مش مجرد ظل أو انعكاس، بل حاجة حقيقية موجودة معانا في المكان. علي مسك الموبايل، قفل الفيديو بسرعة وبص ليا وعينه مليانة خوف. إحنا لازم نخرج من هنا حالا، الشقة دي مش طبيعية. كريم اللي كان دايما بيتظاهر بالشجاعة صوته كان بيرتعش. ياسين، انت عايش في المكان ده لوحدك ازاي؟ ازاي بتنام وانت عارف ان في حاجة مش طبيعية هنا؟ بصيت لهم وانا نفسي مش عارف ارد. الموضوع بقى اكبر مني، وبقيت متأكد ان المرآة دي مش مجرد قطعة اساس قديمة. لازم اعرف حقيقتها، لازم نعرف مصدر المرآة دي، لازم نعرف مين كان صاحبها قبل كده. قررنا نروح لصاحب الشقة القديم، الراجل المسن اللي أجرها لي، يمكن يكون عنده إجابة. بعد بحث سريع لقينا رقمه واتصلت بيه، وبعد محاولات وافق يقابلني في قهوة قريبة من بيته. رحت أنا وعلي وكريم، وكنا قاعدين قدامه وعينيه باينة فيها حاجة غريبة، كأنه كان متوقع إننا هنرجع له بالسؤال ده: إيه الموضوع يا ياسين؟ حصل حاجة في الشقة؟ حكيت له كل اللي حصل من أول يوم لحد الليلة اللي شفنا فيها الشخص الغريب في الفيديو. الراجل سكت شوية وبعدين تنهد وقال بصوت هادي لكنه تقيل زي الجبل: أنا كنت عارف إن المرآة هتعمل كده تاني. قلبي وقع في رجلي وعليا سأل بسرعة: تاني؟ يعني ده حصل قبل كده؟ الراجل بص لنا وعينيه مليانة ذكريات سودة وقال: المرآة دي مش مجرد مرآة، المرآة دي كانت ملك مراتي الله يرحمها، لكن أصلها أقدم من كده بكتير. كانت بتقول إنها دايما بتحس إن في حد بيراقبها فيها، وبعد وفاتها بدأت أشوفه بنفسي، شخص غريب واقف في انعكاس المرآة بس مش موجود في الحقيقة. كل ليلة كنت بشوفه أقرب وأقرب، لحد ما في يوم صحيت من النوم ولقيت المرآة مكسورة وعليها آثار يد. حسيت بجسمي بيتجمد وقلبي بيضرب بسرعة. سألته بصوت متقطع: طيب هو كان بيعمل إيه؟ الراجل بلع ريقه وبصلي كأنه متردد يحكي، لكنه في الآخر قالها: كان بيبتسم، نفس الابتسامة اللي بتوصفها. لما الراجل قال الكلمة دي حسيت ببرودة غريبة بتلف جسمي، وكأن حد واقف ورايا بنفس الابتسامة المريبة دي. بصيت لعلي وكريم ولقيت وشوشهم شحبة وعينيهم مليانة رعب حقيقي. كريم بلع ريقه وقال بصوت متقطع: طب انت ليه سايبة المرآة في الشقة؟ ليه مكسرتهاش؟ الراجل تنهد وعيونه كان فيها ندم غريب. حاولت، أقسم بالله حاولت، لكن كل مرة كنت أجي أكسرها كنت بحس بشيء بيوقفني، وكأن في قوة خفية بتمسك إيدي تمنعني من لمسها، لحد ما في يوم صحيت ولقيتها سليمة وكأنها عمرها ما اتكسرت، وعرفت وقتها إن الموضوع أكبر مني. سكت لحظة وبعدين كمل بصوت منخفض كأنه خايف من مجرد نطق الكلمات: الشخص اللي في المرآة مش مجرد انعكاس، مش مجرد شبح، ده كيان، حاجة مش من عالمنا. اتجمدت في مكاني وكأن حد حط جبل على صدري. كيان؟ يعني مش شبح عادي، يعني حاجة أقدم وأخطر. بصيت لعلي لقيته بيبص في الموبايل وبيحرك الفيديو ببطء كأنه بيدور على حاجة. فجأة شهق بصوت عالي ووشه بقى شاحب أكتر: استنوا، شوفوا. قربنا كلنا من الشاشة وبدأنا نركز في آخر ثانية من الفيديو قبل ما الصورة تظلم. كان الشخص الغريب هناك، لكن في لحظة، لمحة سريعة جدا، ظهرت حاجة مرعبة أكتر من كل اللي فات. ظهر وشه بوضوح، كان عنده ملامح إنسان لكن مش طبيعية، عيونه سودة بالكامل، جلده رمادي باهت كأنه متآكل، وأسوأ حاجة ابتسامته. ابتسامة واسعة غير بشرية، كأنها مش ثابتة، كأنها بتزيد عرضا مع كل ثانية، وكأنه شافنا وكأنه عارف إننا بنتفرج عليه. قفلت الموبايل بسرعة وقلبي كان هيفلت من صدري. لازم نخلص من المرآة دي، لازم نكسرها بأي طريقة. الراجل العجوز هز راسه ببطء وقال بصوت مرعب: لو حاولت هيجي وراك. اتسمرت مكاني وعيوني فتحت على وسعها. كريم قال بسرعة: يعني ايه؟ يعني الشخص اللي في المرآة مش محبوس جواها، هو بيراقب، بيختار حد، ولما يحس ان الوقت جه بيخرج. حسيت بدوخة وعقلي مش قادر يستوعب. قلت بصوت شبه ميت: يعني لو حاولت اكسرها هيخرج. الراجل بص لي بحدة وعينه فيها خوف حقيقي. هو خرج فعلا. الكلمة دي، هو خرج فعلا، كانت كفيلة إن جسمي يتجمد في مكاني، كأن شراييني توقف فيها الدم.
بصيت للراجل العجوز وعقلي مش مستوعب معنى كلامه. علي بلع ريقه ووشه بقى أصفر وقال بصوت مهزوز: انت بتقول ايه؟ خرج ازاي؟ وامتى؟ الراجل مسح وشه بكفه وكأنه حاسس بتقل كبير على قلبه، وبصلي بعيون مليانة ندم. اللحظة اللي شفته فيها الابتسامة كان متأهب للخروج. اللحظة اللي فتحته الفيديو كان خلاص بيتهيأ. أول ما لاحظتوه ساب المرآة وبقى معاكم. حسيت بحرارة، جسمي بتختفي، وكأن برودة غير طبيعية لفت المكان. كريم شهق بصوت واضح وبص وراه بسرعة كأنه حس بحركة، وأنا مش عارف حتى أتنفس. طب طب دلوقتي فين؟ سألتها بصوت مرتعش وأنا حاسس إني على حافة الجنون. الراجل سكت لحظة وبعدين همس بصوت بالكاد سمعناه: وراكم. صرخة مكتومة طلعت مني، وعليا لف بسرعة وهو ماسك الموبايل، فتح الكاميرا ووجهها لورا، لكن مفيش حد. المكان كان فاضي، مفيش أي حاجة غريبة. لكن لما بصينا للشاشة شفناه وقف بينا. وشه كان أقرب من أي مرة قبل كده، ابتسامته أوسع وعيناه سودة بالكامل كأنها بوابتين لجحيم محدش يعرفه. وعند اللحظة دي النور قطع، الدنيا بقت ظلمة حالكة، وبدأت أحس بنفسي ساخن على ركبتي وكأن حد واقف ورايا. يا ياسين! الصوت كان همسة قريبة جدا كأنها خرجت من جوه وداني. الهمسة دي، الصوت اللي نطق اسمي، كان أقرب بكتير من اللازم. كأن صاحبه واقف ملتصق بيا، كأن أنفاسه بتلفح ودني مباشرة. حاولت أتحرك، أصرخ، حتى أنطق، لكن جسمي ما استجابش. كنت متجمد في مكاني ودماغي مش مستوعب اللي بيحصل. في اللحظة دي النور رجع فجأة، بس اللي شفته خلى قلبي يتوقف تماما. علي وكريم كانوا واقفين، بس وشوشهم شحبة وعينيهم متوسعة من الرعب. كريم كان ماسك الموبايل وشاوره بإيد مرتعشة على الشاشة، ولما بصيت تمنيت لو كنت فضلت في الضلمة. في المراية كان في شخص تاني واقف جنبنا، لكن مش موجود في الحقيقة، بس انعكاسه ظهر بوضوح. طويل، جسمه هزيل، جلده رمادي كأنه ميت بقاله سنين، وعيناه سودة بالكامل كأنهم حفر في الفراغ. بس المرعب أكتر كانت ابتسامته، ابتسامة واسعة بشكل غير طبيعي، كأنها بتتمدد أكتر مع كل ثانية، كأنها مش ثابتة، كأن وشه نفسه بيتغير قدامنا. أطفي الكاميرا صرخت بصوت عالي، وكريم كان مرعوب لدرجة إنه وقع الموبايل من إيده. بس حتى بعد ما وقع الكاميرا كانت لسه شغالة، والصورة كانت لسه موجودة. الشخص في المرآة كان بيتحرك حركة بطيئة جدا بس واضحة. رفع إيده الهزيلة وأشار ناحيتي. أنا. هو اختارك. الصوت ده مش صوت علي ولا كريم، الصوت كان جاي من المراية نفسها. حسيت بجسمي بيتسحب، كأن جاذبية غريبة بتشدني ناحيتها. حسيت إن رجلي بقت تقيلة وراسي بيدور. كريم شدني بسرعة، وعلي مسك الموبايل ورماه ناحيتها بكل قوته. المراية اتكسرت لقطع صغيرة والزجاج اتنثر في كل مكان. بس اللي حصل بعد كده كان أغرب من أي شيء شفته في حياتي. الزجاج اتحرك، كل شظايا المراية الصغيرة بدأت تتحرك لوحدها على الأرض كأنها بتلتحم تاني، وفي وسطهم صورة الوش البشع كانت لسه موجودة حتى مع تكسيرها. بس المرة دي الابتسامة بقت أوسع وأوسع وأوسع، وفجأة كل حاجة سكتت. هدوء قاتل كأن الزمن وقف. وبعدين في لحظة واحدة كل الأنوار انطفت. الظلام كان خانق تقيل بطريقة غريبة، وكأن النور نفسه اتمسح من الوجود. مفيش أي صوت، لا حركة، حتى أنفاسي بقت مكتومة كأن الهواء نفسه اتسحبه من المكان. وفجأة إياه سين! صرخة مرعبة خرقت السكون، صرخة مش بشرية، كانت جاية من كل الاتجاهات وكأن المكان كله بيتكلم. علي وكريم صرخوا هم كمان، وأنا حسيت بحاجة بتلمس كتفي، حاجة باردة، حاجة عظامها بارز، حاجة واقفة أوراي. قلبي كان هينفجر ومخي مش قادر يستوعب اللي بيحصل. لكن وسط كل ده فجأة نور الموبايل اشتغل لوحده. الضوء الصغير بتاع الكشاف كان ضعيفة، لكنه كاشف حاجة، انعكاس الصغير في شظايا المراية المكسورة، وكان فيها هو. الشخص ده ما كانش لسه جوه المراية، بقى بره. مفيش وقت للتفكير، لازم نهرب. مسكت كريم من دراعه وصرخت: جريا عليا! كلنا جرينا ناحية الباب، بس الباب مقفول. حاولت ألف المفتاح لكن المخبط كان بارد جدا، مش طبيعي. حسيت بإيدي بتتخدر وسمعت صوت ضحكة.
مش ضحكة واحدة، ضحكة جماعية، كأن في 1000 شخص بيضحكوا في وقت واحد. بصيت ورايا بسرعة وعيني وقعت على الكارثة الحقيقية. كل شظايا المراية بتتحرك ناحية بعض تاني، الزجاج بيتجمع، بيتكون من جديد. والمصيبة إن الوش البشع ظهر جواها، لكن المرة دي كان بيخرج منها. إيده طلعت الأول، طويلة، نحيفة، سوداء، كأنها دخان متجمد. بعدين وشه، جسمه كله بدأ يخرج من المراية، حاجة خارجة من المراية. ودلوقتي معانا في العالم الحقيقي. افتح الباب. كريم كان بيضرب على الباب بكل قوته، وأنا كنت بحاول ألف المقبض، لكن مفيش فايدة. الصوت الغريب ورايا كان بيقرب، والنفس البارد اللي حسيته قبل كده بقى على رقبتي تاني. مش هتلحق، خلاص جيتلك. الكلمات دي اتقالت جوا دماغي، مش مجرد صوت، كان بيكلمني جوا عقلي. وفجأة الباب اتفتح. الباب اتفتح فجأة، كأن قوة خفية كانت مستنية اللحظة المناسبة. من غير تفكير اندفعنا كلنا بره الشقة، جرينا بأقصى سرعة على السلم، وحسيت بخطوات تقيلة بتجري ورانا، خطوات مش بشرية. الضحكات لسه بترن في ودني، بس دلوقتي كانت أقرب وأوضح، وكأن الحاجة اللي خرجت من المراية بقت ورايا مباشرة. قلبي كان بيدق بعنف، وحلقي ناشف كأني في كابوس مستحيل أصحى منه. وصلنا للشارع، وقفنا نلهث والعرق مغرقنا. لفينا بسرعة وبصينا على باب العمارة، مفيش حاجة. الدنيا كانت هادية بشكل غريب، كأن اللي حصل من 5 ثواني كان مجرد وهم. حتى صوت الضحك اختفى. احنا خرجنا، كريم قالها وهو بيحاول يلقط أنفاسه. بصيت لعلي ولقيته عرقان ومصدوم، بس سليم، واحنا عايشين. الدنيا طبيعية، الشارع زي ما هو، الناس بتمشي عادي، كأن مفيش أي حاجة غريبة حصلت. طب هو فين؟ الكلمة دي خلتنا كلنا نسكت. احنا خرجنا، لكن هل هو خرج معانا؟ بصيت للشقة فوق، كانت ضلمة زي ما كانت دايما، مفيش أي حركة ولا أي صوت، كأن كل شيء اتدفن جواها للأبد. احنا لازم نمشي من هنا حالا. من غير ما نضيع ثانية رحنا على العربية، ركبنا بسرعة، وعليا دار الموتور وطلعنا بأقصى سرعة بعيد عن المكان ده. فضلنا ساكتين طول الطريق، كل واحد فينا غرقان في خوفه وأسئلته. هل اللي حصل ده كان حقيقي؟ هل الشخص اللي في المراية كان كيان حقيقي؟ وهل فعلا خرج معانا؟ وصلنا بيتنا، كل واحد دخل شقته، وأنا أول ما دخلت قفلت كل المرايات في الشقة. أي سطح عكس غطيته بأي حاجة، مش مستعد أتعامل مع فكرة إن في حد بيراقبني منها. مرت أيام والدنيا بدأت ترجع طبيعية، بس حاجة واحدة لسه بتطاردني. في كل مرة بعدي جنب مراية بحس كأن في حد ورايا، بس لما ألف مفيش حد. يمكن خرجنا، بس يمكن هو لسه معانا.